معايا 40 جنيه 40 جنيه كمان مره. هنا من بعد الفجر بيبدأ سباق التجار على أحلى بطيخة في السوق. 61 يشيلوا كله 61 جنيه، دي أعلى من اللي بره. وهنا بقى محدش بيفاصل، يا تلحق الصفقة يا تخسرها. وهنا بيعملوا أكبر مزاد بطيخ في مصر. معايا 60 جنيه. معايا 60 جنيه في الزيرو. مزعلن. في مصر 3 حاجات اوعى تضمنها: الجو والكورة والبطيخة. النهارده يا جماعة معانا المعلم يحيى، أكبر تاجر بطيخ موجود في مصر. أنا سمعت إنك بتشم البطيخة من على بعد 200 متر. مش بشمها، بفهمها من على بعد 100 متر و200 متر، لأن أنا أساسي أبا عن جدا بتاع بطيخ. تخيل إن مصير عربية بطيخ كاملة بيتحدد هنا في دقايق بس. هو المزارع بيجيب لي البطيخ، كل حاجه ببيعها بطوبها، يعني في عربيه نظيفه لازم تاخد سعر، في عربيه تعبانه زرعتها تعبانه بتاخد سعر اقل. العربيه وهي فوق بتتسعر ولا ما بتنزلش؟ لا، وهي على الارض على المزاد. ارقام بتطير وصوت بيعلى واشاره واحده بس بتحسم صفقه البطيخ. الحلو حلو. امال عاوزين ايه؟ و50 جنيه عربيه يا عم. معايا 50 جنيه عربيه بالصلاه على النبي، محدش له هواه. 50 جنيه العربيه السعيده، الله يسهل لهم. عدوا وراه عدوا وراه. لا خد سبوبه ولا موجوده يا بياع. وفي الحلقه دي هتعرف البطيخه الحمراء من اول خبطه. احلى بطيخه اهي. هنشوقها شوق. احنا هندوق بقى على الهوا هنا اهو، نقول لكم ايه. دوق حضرتك. الف هنا. حلوه. عسل. عسل نحل. فيها بايه؟ عسل نحل يا جماعه والله. الجيزه دي بتبقى شكلها اخضر يا بيه. وريها لي كده من بره حاجه. اهي يا بيه خضرا اهي. العربيه دي سمراء مالهاش دعوه. دي سمرة، دي مش مالهاش دعوه. انا بقول لك على الجيزه اهي. الجيزه دي حط بتبقى دي هنا، حط دي هنا. دي جيزه خضراء، بتبقى بطيخه خضراء الجيزه. اهي. ولا تضر بياعك ولا تضرني، انت المفروض اللي تفتح الباب وتحول البطيخ. البياع بيجي يوم، البياع بيجي يوم، انت كل يوم مرزي. يا عم انت هو كان بالصلاه على النبي. في حر في سعر، يعني انا النهارده بايع بطيخه من 5 كيلو ل 8 كيلو ب 60 و70 جنيه، وبطيخه تتاكل يجي البياع يبيعها ب 120. البياع استغلالي وعشان كده ما بيبيعش. ما تعدل يا حسن وتتكلم، ولا ضر بياعك ولا ضر بتاع الناس، حرام عليك، عشان ربنا يبارك لك في مالك. حتى موقع السلوافه دي غلط. اللي في السكر يا رشيد. ايه رايك في السكريات يا معلم؟ النبي تنزل لي كيلو بلاقيه كيلو وعندي ببيع منه. وسبب ضربه البطيخ في المزارع بتاعته من الادويه اللي بتتباع مضروبه في السوق وعند بتوع المبيدات. صلى على النبي يكسب. 41 جنيه العربيه كلها. معايا 41 جنيه عربيه بطيخ يا عالم يا فقر. بس اهم حاجه اللعب في المضمون يا ريس. لعب في المضمون، مملكه الراس. وهم مش رجالتي، دول اخواتي، واي زبون تبعنا بياخد شغل احنا بنضطر نحمله لان الزبون عايزنا احنا، لان زي ما حضرتك شفت الشغل بنظام، مفيش تكسير بطيخ، بنحافظ على بتاع الناس. احنا بالظبط بيكفناش بالظبط، يعني حوالي 50 عربيه في اليوم بيقطعوا معايا بالبطيخه حوالي 100,000 100,010. طب صباح يا حتتي ومنها انا بمسي وصافيه نيتي ولا الرجوله ورثي واللي جالي في شدتي. اما بيعدل في بتاع الناس اللي هو البطيخه، يعني ثمن البطيخه اما يجي مثلا حاجه تسوى 70 وبينطق 60، ده راجل محترم. حاجه تسوى 100 وبينطق 80 ماشي، يبقى كده راجل محترم. اما في بياعين بعد بياعين الحاجه اللي تسوى 80 يقول لك امسك 40. كام يا عم في الزيرو؟ 70 جنيه من كلمه واحده. بكام؟ ايه؟ اعلى دي يا حاج. قطع حاجه ما فيهاش حاجه ورا. معايا 63 سنه، مين الله يسهل له. ولا واحد يا رجاله. يا عم لاقيه يا عم لاقيه. الباقي وقع في الارض اهو. معايا 40 جنيه العربيه كلها. اللي في السكر يا غشيم. في النهايه عايز اقول لك ان البطيخ مش مجرد فاكهه عند المصريين. اللي عنده السكر ما ياكلش منه.
سكر بص بيشر عسل. البطيخ لمه حلوه على الصينيه وضحكه ورزق ناس كتير. اشوفكم ان شاء الله رب العالمين في حلقه جديده مع فتحي شو. وسلام يا صاحبي.